السلام عليكم وفانتزي الدوري الانجليزي والمراجعه النهائيه للجوله 22 من قهوه الفانتزي. قبل اي حاجه لو انت ما شفتش حلقه نصائح الجوله 22 انصحك انك تنزل تشوفها، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن او فوق هنا او هنا. اتكلمنا فيها عن ال10 ماتشات اللي هيتلعبوا تقريبا واهم اللعيبه اللي تجيبها واللعيبه اللي ما تجيبهاش واللعيبه المصابه وبدائهم وكل حاجه تخص الجوله 22 تقريبا. فلو ما شفتش الحلقه دي انصحك توقف الفيديو وتروح تتفرج على الحلقه اللي فاتت وبعدين ترجع تتفرج على الحلقه دي، لان حلقه المراجعه النهائيه مش هنتكلم فيها عن نصايح او لعيبه كتير او الماتشات كلها، هنتكلم فيها عن 5 لعيبه بس متوقع تألقهم الاسبوع ده. فيلا بينا نبدا. طبعا هنتكلم على 5 لعيبه غير حارس المرمى، ونبدا اول حاجه بحارس المرمى. الحارس هو إيسريدج حارس كارديف سيتي. بالرغم من ان كارديف من الفرق الواقعه جدا ومن الفرق اللي بتنافس على الهبوط حاليا في الوقت الحالي، بل انها كمان محتله الترتيب رقم 17 وكمان خط دفاعها مش قوي جدا، لكن إيسريدج من اكتر الحراس اللي عمل تصديات في الدوري الانجليزي والحراس اللي شالت ضربات جزاء كمان. فسعره مش غالي ب 4.6، وهو بالمناسبه من اللعيبه اللي زادت من الجوله اللي فاتت، لان سعر الجوله اللي فاتت كان 4.5. فإيسريدج خيار كويس جدا، خاصه لو انت هتبدا تفعل الوايلد كارد وعايز تجيب حارس رخيص عشان تستثمر في خط النص او الهجوم، فانصحك بإيسريدج جدا. إيسريدج لحد دلوقتي لعب كل ماتشات كارديف في الدوري ما عدا ماتش واحد بس، فمشاركته مضمونه. لو جيت تبص على ارقامه هتلاقيه عمل اكتر من 70 انقاذ وصد ضربتين جزاء وطلع ب 89 نقطه في الموسم كله، فخيار مش وحش جدا وكمان مملوك بنسبه 8.3، يعني مش ناس كتير معاها، ولو جاب لك نقط هيعلي الرانك بتاعك على مستوى العالم، فانصحك بيه جدا. تاني لاعب معانا هو الكسندر ارنولد لاعب ليفربول. من المهم جدا انك لما تختار مدافعين من الدوري الانجليزي في الفانتزي تختار دايما الاظهره، سواء اليمين او الشمال، لان الاظهره دايما عندهم واجبات هجوميه فبيتقدموا كتير وممكن يعملوا اسيست او حتى يسجلوا جول، على عكس قلوب الدفاع اللي واجباتها الدفاعيه اكتر وما بتتقدمش بس غير في الكرات الثابته او الركنيات. فارنولد لعيب كويس جدا وماتش عن ماتش بيتطور جدا مع يورجن كلوب، كمان هو وروبرتسون عاملين دويتو حلو جدا من ناحيه الاظهره وبينقلوا الكوره بشكل كبير في الملعب، وده شفناه في جول فيرمينو في السيتي. فارنولد بصراحه مستواه عالي جدا. ارنولد سعره 5.2، وهو من اللعيبه اللي زادت برده من الجوله اللي فاتت، كان سعره 5.1. قدر في كل الماتشات اللي لعبها انه يعمل 3 اسيست ويطلع 9 مرات كلين شيت، فارقامه كويسه جدا وبرده سعره مش غالي قوي. اما عن نسبه امتلاكه فهو مملوك بنسبه 20% من مدربين الفانتزي على مستوى العالم. تالت لاعب معانا هو دوهيرتي من اللعيبه اللي فرضت نفسها علينا في الفانتزي، زي خيمينيز وزي باتريسيو الحارس، اللي هم اكتر لعيبه اتشارت من فرقه وولفز في الفانتزي. دوهيرتي من المدافعين التقال قوي في الدوري الانجليزي، مش بس على مستوى الفانتزي لكن كمان في الملعب مستواه جامد جدا، لدرجه ان لما ركزت معاه في كام ماتش لقيت ان دوهيرتي هو اللي بياخد المهاجمين في ظهره مش المهاجمين اللي بتاخده في ظهره. فبصراحه اداؤه الهجومي كويس جدا واداؤه الدفاعي كمان، وبيعرف يمشي الكوره، فسعره 5.2 زي ارنولد، باختلاف طبعا قدر يسجل 3 اجوال ويعمل 4 اسيستات ويطلع 5 مرات كلين شيت، فلاعب كويس جدا في الفتره الحاليه وعلى المدى البعيد كمان. رابع لاعب معانا هو إريكسن. في الكام جوله اللي فاتوا خط وسط توتنهام بالكامل بدا يفوق، سواء لوكاس مورا او سون او إريكسن، فبالتالي كان لازم يكون معاك واحد فيهم. لكن زي ما احنا عارفين ان لوكاس مورا واجباته الدفاعيه اكتر شويه، وكمان سون ماتش يونايتد اخر ماتش ليه وبعدين هيروح مع منتخبه في كاس اسيا، فبالتالي إريكسن يكون افضل خط وسط فيهم. إريكسن سعره 9.3، قدر في كل الماتشات اللي لعبها انه يجيب 4 اجوال ويعمل 7 اسيست، رقم مش وحش جدا مقارنه بسعره، فبالفعل إريكسن للجولات اللي جايه خيار كويس جدا. اللاعب اللي بعده هو ماركوس راشفورد. فرقه اليونايتد بشكل عام من يوم ما سولشاير جه وهم مقدمين اعلى اداء، كل اللعيبه سواء لينجارد او بوجبا او مارسيال او راشفورد او لوكاكو، كله بيحاول يأدي ويطلع احسن ما عنده عشان يثبتوا ان هم كان عليهم ضغط كبير من مورينيو وان الغلط كله كان على مورينيو. فراشفورد من اللعيبه اللي انفجرت في الفتره الاخيره دي، زي بوجبا ومارسيال ولينجارد، ولكن شايفين ان سولشاير مقتنع بيه وبيعتمد عليه بشكل كبير اكبر من لوكاكو، برغم ان لوكاكو بيشارك وحتى لما كان دكه ونزل جاب جول. فراشفورد فعلا من احسن مهاجمين الجوله اللي فاتت في الدوري الانجليزي، واتوقع انه هيتألق في الكام جوله اللي جايه، بل كمان انه ممكن يسجل في توتنهام عادي. بالاضافه كمان ان سعره مش غالي مقارنه بمهاجمين تقال قوي زي هاري كين او اوباميانج، فسعره 7.2، وكمان ارقامه مش وحشه خالص، قدر يسجل 6 جوال ويعمل 7 اسيست. فبص على راشفورد، بص هيكون خيار كويس جدا للجوله دي وللجولات اللي جايه كمان، لان ماتشاته الجايه سهله تقريبا باستثناء توتنهام طبعا. هتلاقي بعد توتنهام عنده برايتون وبيرنلي وليستر سيتي، فرق في المتناول وممكن راشفورد يجيب فيهم كلهم، ففعلا راشفورد خيار كويس جدا للجولات اللي جايه. اخر لاعب معانا هو محمد صلاح ما قدرش يسجل الجوله اللي فاتت قدام السيتي، لكنه في اخر 6 ماتشات مسجل 6 اهداف، فارقامه كويسه جدا من اول الموسم، من الموسم اللي فات ومحدش يقدر يختلف عليه، وان شاء الله النهارده يكون افضل لاعب في افريقيا. صلاح سعره غالي لكن كل جوله بجول او جول واسيست كمان، ومعظم الماتشات بيسجل فيها، وشفناه سجل هاتريك في بورنموث قبل كده، لكن بيجي قدام الفرق الكبيره بصراحه ومش عارف بيحصل له ايه، اللهم الا ارسنال يعني. لكن فعلا صلاح كويس جدا للجوله الجايه وللجولات اللي بعد كده، لان ماتشاته الجايه تقريبا كلها سهله. صلاح سعره 13.3، وقدر يسجل 13 جول ويعمل 8 اسيست، والليفر بتعتمد عليه بشكل كبير
جدا، وغيابه يعني الليفر بتختفي تماما، زي ما شفناه في ماتش امبارح في كاس الاتحاد الانجليزي قدام وولفرهامبتون، منزله في الدقيقه 70 يعمل ايه كلوب والنبي. بما ان دي حلقه فانتزي مش حلقه دوري، بس انا حابب اتكلم برضه في الحته دي شويه. يورجن كلوب في الفتره الحاليه ما بقاش عنده غير بطولتين بيشارك فيهم، هم دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي، وبكل ثقه احب اقول لك ان ليفربول مش في الفرقه اللي بتنافس على دوري ابطال اوروبا، وده كان باين قوي من دور المجموعات لانها ما قدرتش تكسب ولا ماتش بره ارضها. فكلوب تقريبا ما عادش عنده بطوله بينافس عليها غير الدوري الانجليزي اللي منافسينه فيه مانشستر سيتي وتوتنهام، غير طبعا تشيلسي وارسنال ومانشستر يونايتد اللي جاي من بعيد. فقدامك يا كلوب يناير تشوف فيه التدعيمات اللي انت عايزها عشان تقدر تكمل للاخر، لان لو استمر المنظر اللي شفنا بيه ليفربول امبارح فاعتقد ان جوارديولا مش هيسيب له الدوري. كفايه كده بقى، نرجع لموضوعنا. صلاح زي ما قلنا ب 13 و3 من 10 قدر يسجل 13 جول ويعمل 8 اسيست، كمان ماتشاته الجايه مش صعبه، عنده برايتون وكريستال بالاس وليستر سيتي وويست هام، فاعتقد انه قادر يسجل كتير في الماتشات اللي جايه دي. وبكده تكون خلص حلقه المراجعه النهائيه واللي اتكلمنا فيها عن اهم اللعيبه المتوقع تألقها الجوله دي والجولات اللي جايه كمان. لكن بفكرك برضه لو انت ما شفتش حلقه النصائح الاساسيه بتاعت الجوله 22 هتلاقي اللينك في الديسكربشن، انزل اتفرج عليها لانها حلقه مهمه جدا اتكلمت فيها عن كل الماتشات تقريبا واهم اللعيبه اللي ممكن نجيبهم. ولو عايز تتابعني على السوشيال ميديا هتلاقي كل الاكونتات هنا، ولو عايز تدخل الدوري بتاعنا هتلاقي الكود هنا او في الديسكربشن او في اول كومنت هتلاقيه متثبت. ولو انت مش عامل اشتراك في القناه تنزل تعمل سبسكرايب من تحت او من هنا، ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقيها هنا او هنا، وحاسب على مشاريبك قبل ما تمشي. سلام عليكم.